السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله النهارده استكمالا للفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن علامات التشكيل وازاي من خلالها نقدر نقرا القران الكريم بشكل صحيح. استكمالا للموضوع ده النهارده ان شاء الله هنتكلم عن علامات الوقف. علامات الوقف ببساطه هي علامات بتبقى فوق الكلام في القران الكريم، من خلالها بقدر اعرف مواضع الوقف والابتداء عن الكلام في القران الكريم. وطبعا احكام الوقف والابتداء او علم الوقف والابتداء ده علم طويل، واللي من خلاله بتعلم ازاي ان انا اعرف اقرا الايه منين او ابدا الايه ازاي او اقف عند الكلام في القران الكريم ازاي. زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات، ما ينفعش ان انا اقرا القران من غير ما اراعي احكام الوقف والابتداء وعلامات الوقف اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. طيب ببساطه شديده علم الوقف والابتداء هو علم بيساعدني وبيعلمني ازاي اقدر اقف في الكلمات او ازاي اقدر اقف عند الكلمات في القران الكريم. يعني مش كل كلمه اقدر اقف عليها في القران الكريم، مش كل كلمه اقدر ابدا من خلالها بعد الوقف عشان انقطاع النفس او لاي سبب كان. وعلامات الوقف اللي احنا جايين نتكلم عنها النهارده ديت هي علامات وضعت لهذه الاسباب عشان تساعد القارئ ان هو ما يقفش في مواضع خطا او يبدا من موضع خطا. وعلامات الوقف اللي احنا جايين نتكلم عنها النهارده ان شاء الله هم 6 علامات. وعشان اسهل عليك الموضوع وعشان تعرف تفرق بينهم هقول لك بترتيب يساعدك تتذكر هذه العلامات وحكم كل علامه منها. اول علامه النهارده معانا هي علامه صل. هتلاقيها في المصحف بالشكل اللي انت شايفه عندك على الشاشه دوت. هي عباره عن حرف الصاد زي ما انت شايف، عباره عن حرف الصاد وعليها حرف لام مشدود كده تحت. العلامه ديت حكمها هو جواز الوقف مع كون الوصل اولى. هي لو خدت بالك هي اسمها صل. العلامه ديت حكمها جواز الوقف مع كون الوصل اولى. يبقى انت اول لما تشوف العلامه ديت تعرف ان دي علامه جواز الوقف مع كون الوصل اولى، يعني ان انت توصل الكلمه دي بالكلمه اللي بعدها هيكون اولى من ان انت تقف عندها. طيب زي ايه؟ زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. كلمة وعلى سمعهم لو خدت بالك هتلاقي عليها علامة صل اللي احنا بنتكلم عنها. فانا هنا اقدر ان انا اقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم واقف عندها، وعلى ابصارهم غشاوة واقف عندها، ولهم عذاب عظيم. كده انا هكون وقفت عليهم وده جايز، لكن لو وصلت هيكون اولى. طب اوصل ازاي؟ هقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. او ممكن اقف على الاولى واوصل الثانيه، يعني هقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ببساطه شديده هو ده حكم علامه صل وده تطبيق عملي عليه. العلامه الثانيه اللي معانا النهارده ان شاء الله هي علامه قل، وهي مضاده لعلامه صل. حكمها بيكون جواز الوصل مع كون الوقف اولى. جواز الوصل مع كون الوقف اولى. بتميزها ازاي؟ بتميزها بحرف القاف. قل. حرف القاف في كلمه قل بيفكرك بالوقف، وحرف اللام اللي بعدها بيفكرك اولى. وفي كلمه صل الاولانيه اللي احنا خدناها حرف الصاد بيفكرك بالوصل واللام بتفكرك باولى. فصل الوصل اولى، قل الوقف اولى. فقل حكمها جواز الوصل مع كون الوقف اولى، بمعنى ان انا لما الاقي العلامه دي على كلمه في القران الكريم الاولى اللي انا اقف على الكلمه دي، وده اتم واكمل للمعنى. طيب خلينا نجيب مثال من القران الكريم برضو. في سوره البقره ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هنا أنا وقفت على كلمة السفهاء. طيب ينفع لنا نوصلها؟ ينفع، ولكن المعنى مش هيكون أفضل حاجة. فالأفضل والأتم والأكمل للمعنى اللي أنت تقف على الكلمة اللي عليها العلامة بتاعت قل. العلامة الثالثة اللي معانا النهاردة هي علامة حرف الجيم، ودي اختصار لكلمة الجواز، يعني يجوز اللي انت تقف عليها ويجوز اللي انت توصلها. طيب مثال كمان من القرآن الكريم برضو في سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هنا أنا وقفت عندها. طيب ينفع أن أنا أوصلها؟ ينفع. هقولها إزاي؟ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يبقى
كده اقدر او يجوز ان انا اقف عليها او ان انا اوصلها بالكلمه التي بعدها. العلامه الرابعه اللي معانا النهارده ان شاء الله هي علامه لا، ودي لما بتلاقيها موجوده فوق كلمه بتعرف ان انت هنا ما ينفعش تقف على هذه الكلمه والا هتخل المعنى تماما. فاول لما تشوف علامه لا او حرف لا على الكلمه اعرف ان منهي عنه تماما اللي انت تقف على هذه الكلمه والا هتخل بالمعنى تماما. نجيب مثال من القران الكريم في سوره الصفات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. لو خدت بالك هتلاقي علامة لا اللي احنا قلنا عليها موجودة فوق كلمة لا يقولون. ما ينفعش ان انا اقف عليها هنا والا المعنى هيختل تماما او هيبقى فيه نقص. طيب خلينا نجرب لو وقفت عندها المعنى هيبقى عامل ازاي. هنقول: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون والعياذ بالله. فلو خدت بالك انت هنا كأنك انت اللي بتقول والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الوقف اليسير اللي انت وقفته دوت بينقص المعنى او قد يكون محل لشك السامع اللي بيسمع كأنك انت اللي بتقول ولد الله وانهم لكاذبون. لكن لو قرأتها بالوصف من غير ما تقف هتعرف ان المعنى اكتمل وبقى اوضح. الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون. هنا انت قرأت الآية بشكل صحيح ونسبت القول ليهم هم زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وانهم لكاذبون. العلامة الخامسة اللي معانا النهارده هي علامة حرف الميم اللي ظاهر قدامك على الشاشة. في حرف ميم تاني هنتكلم عنه بعد دوت، لكن اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي هو حرف الميم اللي ظاهر قدامك على الشاشة. دوت بيفيد الوقف اللازم. لازم تقف على الكلمة اللي عليها العلامة ديت، ودي موجودة في مواضع كتير جدا من القرآن الكريم. خلينا ندي مثال عليها. في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فوق كلمة مثلا هتلاقي عليها علامة الميم، ودي زي ما احنا قلنا بتفيد أو بتدل على الوقف اللازم، يعني لازم تقف على الكلمة دي. لو وصلتها المعنى هيختلف. فلو قلنا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فكأنك بتقول إن الجملة دي كلها اللي قالها الذين كفروا، وبكده المعنى اختلف. ولكن المعنى الصحيح والقراءة الصحيحة اللي انت تقف على كلمة مثلا عشان تبدأ معنى جديد من الكلمة اللي بعدها، وهو يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. موضوع كمان موجود في سورة المائدة ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فلو انت ما وقفتش عليها ووصلت هتقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. عندي كلمة يد الله مغلولة التي قالها اليهود عليهم من الله ما يستحقون، هتلاقي فوق كلمة مغلولة حرف الميم اللي احنا بنتكلم عليه، وده بيعرفك ان انت لازم تقف على الكلمة ديت، ما ينفعش توصل بعدها. في أمثلة كتير زي ما احنا قلنا في القرآن الكريم ممكن وانت بتقرأ تبقى تاخد بالك منها وتفهم بيها المعنى أكتر. العلامة السادسة اللي معانا النهاردة هي علامة تعانق الوقف. هما في الحقيقة عبارة عن علامتين بيدلوا على ان انت لو وقفت على كلمة من اللي عليها العلامة ديت لا يجوز ان تقف على الكلمة الثانية. بمعنى جينا مثلا نقرأ في سورة البقرة برضو ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. هتلاقي فوق كلمة لا ريب العلامة بتاعت الثلاث نقط اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هي من علامات تعانق الوقف. فانا هنا ما ينفعش ان انا اقف على كلمه لا ريب اللي عليها العلامه ديت ولا على كلمه في، لكن اقدر اقف على واحده بس منها. يعني اقدر اقرا الايه بالصوره ديت: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، او ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبكده اكون وقفت على علامه واحده منهم مش على العلامتين. فلا يجوز ان تقف على العلامتين ولكن يجوز ان تقف على احداهما. ببساطة شديدة دي العلامات اللي كانت معانا النهاردة، ودي أبرز العلامات اللي لازم تاخد بالك منها وأنت بتقرأ. في علامات تانية كتير زي علامة الميم ولكن بشكل تاني اللي احنا شايفينه قدامنا دوت، دي بتدل على الإقلاب، ودي حكم من أحكام التجويد. إن شاء الله لو ربنا أراد سبحانه وتعالى نبقى نتكلم عن أحكام التجويد في فيديوهات تانية جاية. وفي علامات تانية برضو بتبقى عبارة عن حرف سين، ده بيبقى فوق حرف الصاد، فده بيدل على إن أنت تنطق حرف الصاد سين، يعني تبدل حرف الصاد بحرف سين. لكن لو لقيته تحت حرف الصاد بيدل على جواز النطق بالسين ولكن النطق بالصاد
اشهر واقوى. والعلامه الثانيه اللي احنا شايفينها دي علامه موضع السجود، ودي بتبقى موجوده عند الايات اللي احنا بنسجد فيها سجده التلاوه في القران الكريم. والعلامه دي علامه الربع والاحزاب اللي بتعرفك انت في الربع الكام او في الحزب الكام. بس كده يا شباب، هو ده موضوع الفيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناه وشير الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.